اللي ردت اقوله قبل شويه، قال ضوج من الغيره. انا قايل هذا الموضوع واريد اقوله مره ثانيه وانا مسؤول على حكايتي. هسه اكو هوايه بنات دا يسمعنا، واكو هوايه بنات دا يشوفني من خلال البث المباشر بالفيسبوك وعلى اثير راديو اذاعه اليوم 90.5. كل البنات، او خلينا اقول 95% من البنات، هن يحبن ينحكمن. هي هيج تحب تنحكم، وتحب تكون ضعيفة قدام الإنسان اللي تحبه، وتحب أن تؤمر وتقول نعم وصار وما يخالف، وتحب بأنه تحب رجال يقولها سوي فلان شي وسوي فلان شي. تقول لك غار، أضوج من الغيرة، لا تغار علي، ما أتحمل هذا الوضع. هذا كله حكي، كله دلال. بناتنا يحبن الرجل الشرقي، هي هيج. وبعدين هي من حقها لأنه لازم المرأة تحب رجال. يعني شو تحب؟ مثلا تحب صديقتها. إذا ما أكو رجولة بالموضوع، لازم أكو رجولة بالموضوع. أوكي، تكون متفهم، أكون رومانسي في بعض الأحيان. بالمناسبة وصدمة كلش كبيرة جوز هاي راح تكون لكل من يسمعني بهاي اللحظة. بناتنا ما يحبن الرومانسية هواية بالتعامل ويا الحبيب. بوقت من الأوقات تحب الرومانسية. أنا أريد أحكيها اليوم بدون قيود. تعال يا شاب، بريد أسألك سؤال. ليش البنية اللي أنت تحبها مشاعرها تجاهك مو مثل البنية اللي أنت ما تحبها؟ أنا راح أقول لك ليش. البنية اللي أنت تحبها أنت تكون وياها كلش سلس بالتعامل، وما تقول لا هواية، وتخاف وتحذر من كل كلمة تقولها، وتفكر ألف تفكير يلا تحكي الحكاية. بالتالي ما راح يصير عندها مشاعر تجاهك، مشاعر حبيب. بينما البنت اللي هي تحبك انت تحكي وياها بخشونة، وتحكي وياها بعصبية، وتحكي وياها بهاي نبرة الرجولة، نبرة الرجل الشرقي، فبالتالي راح تحبك. هاي لكل شاب نصيحة راح يضوج مع هالبنات. لكل شاب، انت من تريد تدخل بعلاقة ببنية تحبها، طلع كل الارتباك وتخيلها بنية انت ما تحبها، وتعامل وياها وتعال عاتبني اذا ما حبتك. هي هيك. يجوز انا بين فترة وفترة افوت من يم الموضوع، بس ما احكي بواقع، ما احكي بمصداقية. يعني ما احكي طق بطق. الرجال بكل وقت رومانسي مو حلو. الرجال بكل وقت مبتسم ومرتاح مو حلو. بس يعني غير اني اذا اريد احكي لكم مثاليات فنقعد نحكي مثاليات من هنا لحد 10 سنين اللي قدام. بس احنا بدنا نحكي واقع. الرجال لازم ما يكون 100% كلش رومانسي. الرجال لازم يكون ماكو شيء اسمه الرجال لازم يكون عصبي. اكو شغله كلش لازم تعرفوها، بانه التصنع الشخصيه مو حلو، بس انت من تتعصب لا تلم روحك. اكو تعليق كلش ضحكني بالبث المباشر بالفيسبوك. خلوني بس خلي تعليق طبعا من بنت ميمي كوين اعتقد. على بختك، خلينا نتقلب، خلينا نقول برده عليهم، شوفوا ضحتنا. هو مو فضحتكم، هاي الواقعية. اليوم انا اذا حكيت بهذا الكلام اللي قلته، اذا بي شيء من الغلط قولوا لي غلط. هيك حبوا على طبيعتكم،
حبوا على طبيعتكم. أنا ببعض الأحيان ببعض الحالات، خلينا نحكي على الصعيد الشخصي، أنت هم تتعصب، ناس يجون يشوفوني دائما ريلاكس وهذا مبتسم وقاعد ورا المايك. لا لا، اكو شيء احنا نقول احنا هنا اليوم انا رجال انطي وجهة نظري واسمع مواضيع واحنا اصدقاء ونسولف بيناتنا، فماكو داعي بانه ابين كل مزايا شخصيتي يعني بهذا المكان يعني. وحتى ومع العلم بانه انا بهذا المكان قلت بهاي الجلسه مع الاصدقاء تجي حالات نوبات عصب، خلص كون طبيعي، لا تحسب حساب ايش راح يصير بعدين وشنو ردة فعل الطرف الثاني. انت تعصب وياي، عصب يا ابوي، يعني ليش متخيلني كتلة من ثلج يعني؟ لا، عصب ويا على صوتي وكل شيء يصير. فنصيحة لكل الشباب، كون على طبيعتك حتى ويا الانسانة اللي انت تحبها، كون على طبيعتك، تعصب واحكي وهذه عادي طبيعية السالفة. من تظل ها حبيبتي والخاطرك والعيونك وصارت وش يصير، صدقني ما راح تنحب. وهذا السر اللي ما حد ما فكر به ولا واحد راح يفكر به. والمشكلة بصراحة هو صعب تنفيذه، لأن أنت صعب تكون قوي قدام الإنسان اللي أنت تحبه. بس حاول أن تتماسك أعصابك.